عندنا قاعدة بيانات واحدة في جهاز واحد. هذا الجهاز يقدر يتحمل عدد معين من العمليات وعنده سعة محددة. في نقطة معينة تطبيق يكبر، يزيد الحمل على قاعدة البيانات ويولي أكبر من قدرة هذا الجهاز. أول حل يجي في بالنا vertical scaling، نبدلوا الجهاز، نستخدم واحد بهاردوير أقوى. لكن خلينا نقولوا حتى هذا ما جاش كافي. واش نديروا هنا؟ هنا يجي دور database sharding معناها نقسموا الداتا على عدة أجهزة، ما يبقاش عندنا قاعدة بيانات واحدة فيها كلش. كل شارد يخزن جزء من الداتا، مجموع الشاردز يشكل الداتا الكاملة للتطبيق. بهذا الشكل نقدر نقوم بhorizontal scaling، كل ما يكبر التطبيق يضافوا شاردز جدد. لكن الشاردين ماشي سحر، كاين بزاف أشياء لازم نفكروا فيها. كيفاش نقسموا الداتا وعلى أي أساس؟ كيفاش نعرفوا أي شارد نبعثوا له الريكوست؟ واش هما تريدز اوف؟ نبداو بأهم سؤال، على أي أساس نقسموا الداتا؟ هنا يجي دور شارد كي. شارد كي هو الفيلد اللي نستخدموه باش نقرر في أي شارد تتخزن الريكوردز. إذا اخترنا كي خاطئ الحمل يكون كامل على شارد واحد، لهذا لازم نختار شارد كي يوزع الداتا والحمل بشكل متوازن. لكن حتى مع اختيار مليح، الشاردين يجي معه تريدز اوف لازم نفكروا فيها. كروس شاردز كويريز تولي أبطأ وأكثر تعقيدا، ديستريبيوتد ترانزاكشن صعيبة، وغالبا نضحوا بسترونج كونسيستنسي. وحتى مع كي مليح يبقى كاين خطر uneven growth مع الوقت.